سلام البنات، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ومرحبا بكم في قناه شيوات اسيل. وفي اطار شيوات رمضان كنقترح عليكم طريقتي في تحضير السفوف او السلو المغربي التقليدي اللي كيجي اكثر من رائع، لذيذ بزاف ومعلق. كنصحكم تجربوه، كيستحق التجربه. فإلا بغيتوا تعرفوا كيفاش حضرته خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هاد السفوف، غادي نحتاجو العناصر التاليه. عندي هنا الدقيق محمر ومغربل، حمرته في الكوكوط، غادي تشوفوا معايا كيفاش حمرته في المقطع الموالي. وبالنسبه لنوعيه الدقيق فلكم الاختيار، تستعملوا اي نوعيه دقيق بغيتوا. انا غنستعمل الدقيق الابيض الفورس، عندي هنا كيلو ونصف. كيلو ديال اللوز اللي نقيته مسحته حمرته في الفرن بالقشر ديالو وقسمته على نصفين. النصف طحنته على هذا الشكل مهرمش باش كيجينا باين وكيعطينا داك القرمشه في السوف ديالنا، والنصف طحنته حتى كيتعلق على هذا الشكل هذا وكيطلق الدهن ديالو هكذا باش ما كنحتاجوش نزيدو كميه من الدهن اكثر. كيلو الزنجلان حتى هو قسمته على نصفين، النصف طحنته مهرمش على هذا الشكل والنصف طحنته حتى كيرجع عجينه كيف ما كتشوفوا. اكيد من بعد ما نقيته وغسلته وحمرته في الفرن. وهنا عندي الكاوكاو، نقيته مسحته وقليته في الزيت حتى هو قسمته على نصفين، النصف طحنته مهرمش والنصف طحنته حتى يتعلق ويطلق الزويته ديالو. بالنسبه للمنسمات عندي هنا 3 ملاعق كبار من النافع البلدي، 3 ملاعق كبار من حبه حلاوه. من بعد ما نقيتهم وكنصهدوهم غير شي شويه، ما كنحمروهمش غير كنصهدوهم. 3 ملاعق كبار من القرفه يكونوا عامرين مزيان، 6 دراهم بالمسكه الحره كنطحنوها مع شويه السكر، واحد الكوزه محكوكه، قبيصه د الملحه، سكر كلاصي عندي هنا 400 غرام، كتبقى كميه حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا حسب الذوق ديالكم. وغنحتاجوا ايضا كيلو الزبده تكون نوعيه جيده اللي ذوبتها وخليتها حتى غلات مزيان باش تخلصت من داك الحليب اللي فيها، حيت الكشكوشه حتى رجعت الزبده اللي هي صافيه. بالنسبه للتزيين غنحتاجوا الزنجلان المحمر خليته بحال هكذا مكمول، واللوز اللي كنسلقوه وكنفسخوه قليته في الزيت كيف ما كتشوفوا. وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كنحمروا الدقيق اللي سبق لي وغربلته، غادي نحمروا في الكوكوط، كنضيفوا الدقيق كميه بكميه باش كنقدروا نتحكموا فيه وما يعذبناش في التحريك. وكنوضعوا الكوكوط فوق النار متوسطه مع التحريك المستمر، ما توقفوش عن التحريك حتى تحصلوا على واحد اللون اللي هو بني على هذا الشكل هذا. وحاولوا تردوا البال باش ما يتحرق لكم شي الدقيق ويمرر لكم الصفوف ديالكم. هنا عندنا الزنجلان، من بعد ما كنقيوه ونغسلوه كنعملوه في صينيه وكندخلوه للفرن على نار تكون مهيله ونخليوه يتحمر على خاطره، ومره مره نحركوه. نفس الشيء للوز اللي كنقيوه ونمسحوه وكندخلوه للفرن يتحمر على نار مهيله بالقشر ديالو، ومره مره نحركوه. بالنسبه للكاوكاو عندي هنا كاوكاو بلا قشره، فانا غادي نقليه في الزيت اللي هي بارده ونخليه حتى يتحمر ونصفيه من الزيت ونوضعه على ورق الطبخ حتى يبرد عاد نطحنه. بالنسبه للنفع وحبه حلاوه كنوضعوهم في واحد المقيله وكنصهدوهم غير شويه غير باش يسهل علينا اننا نطحنوهم فقط. دابا غادي ندوزو نطحنوا جميع المكونات. غادي نبدا بالزنجلان، غادي نطحنوه هو سخون وكيف ما سبق لي وذكرت في اول فيديو، جزء غادي نهرمشو على هذا الشكل هذا وجزء غادي نطحنوه حتى كيتعلق كيف ما كتشوفوا.
نفس الشيء للوز، كنهرمشو النصف والنصف الاخر كنطحنوه حتى كيتعلق ويطلق الدم ديالو. بهذه الطريقه غتعاوننا ان السلو ديالنا ما يهزش بزاف الماده الدسمه. كذلك الكاوكاو نفس الطريقه، جزء غادي نهرمشوه وجزء غادي نطحنوه حتى يرجع بحال العجينه. هنا كيف ما كتلاحظوا وضعت الدقيق ديالي من بعد ما كنغربلوه مزيان. من بعد ما طحنت جميع المكونات غادي نبداو نخلطوا ونجمعوا هذه المكونات كامله. غنضيف السكر كلاصي اللي حتى هو كنغربلوه، ثم النفع البلدي 3 الملاعق كبار مطحونين مغربلين، حبة حلاوة حتى هي 3 الملاعق كبار مطحونين مغربلين، كوزة محكوكة، قبيصة الملحة، مسكة الحرة مدقوقة، والقرفة حتى هي مطحونة ومغربلة 3 ملاعق كبار يكونوا عامرين مزيان. غادي نخلط هاد العناصر الجافة حتى تنسجم مع بعض، عاد غادي نضيف باقي المكونات. غنضيف دابا اللوز اللي سبق لي وهرمشته، والزنجلان حتى هو مهرمش. كذلك الكاوكاو، وغناخد شي بانيو يكون كبير على هاد القصعه باش نلقى فين نخلط وندلك السلو ديالي. صافي، ونضيف الكاوكاو اللي طحنته بشكل جيد، ونضيف حتى اللوز اللي طحنته حتى هو بحال العجينه. كذلك الزنجلان، صافي ونخلط هاد العناصر كامله. عاد نضيف الماده الدهنيه اللي هي الزبده، غنبدا نضيف دابا الزبده شويه بشويه، وانا كنخلط ونشوف الا كان ناشف بزاف كنزيد الزبده. وغنبدا ندلكو مزيان باش يخرج لنا داك الدهون اللي فيه بهذه الطريقه، وغنستمر كندلك فيه، والا احتاجيت الزبده نزيد. من بعد ما دلكت الصفوف ديالي مزيان، دابا غادي نضيف اضافه اخيره وهي الزنجلان واللوز، كنشتتوهم بهذه الطريقه. صافي، وها هو الصفوف ديالنا واجد، غادي ندوز نزينو ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي الصفوف ديالنا كيف ما كتشوفوا، كيجي رائع، كيجي معلك ولذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه، وانا متاكده غادي يعجبكم وغادي يرجع معتمد عندكم. حاولت انني نصور جميع المراحل، فكنتمنى يعجبكم الفيديو.
والى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك باش تشجعوني، وشكرا على حسن المتابعة، وملتقانا في فيديو جديد مع وصفة أخرى إن شاء الله.